في اخر كده 2022 نزلت فيديو بعنوان لو مش راضي عن صحتك اتفرج على الفيديو ده، والفيديو عمل اقبال يعني رهيب للناس. من تفاعلها مع الفيديو فهمت ان الناس عندها احتياج كبير لان هي تهتم بصحتها، ففكرت ان انا ابدا سلسله من 2023 بعنوان 5 لصحتك اشارك فيها يعني الخطوات اللي انا عملتها عشان اهتم بصحتي. كل مره بقدم فيديو بيكون فيه حاجه معينه كانت يعني موضوع له علاقه بالصحه كان تعبني وممكن اشتغلت عليه. الموضوع اللي هتكلم عليه النهارده بقى كان يعني الالم، اكبر الم انا واجهته في حياتي. في يوم كنت نايمه كده وقمت ممكن قبل الفجر بوجع رهيب 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 قاتل يعني، وصحيت جوزي وطلبت منه ان هو يوديني المستشفى حالا بدون تفاهم كده، انا محتاجه اروح مستشفى حالا. لما رحت المستشفى اكتشفت ان انا عندي ازمه كلى، ودي كانت اول مره في حياتي ممكن وانا مخلفه اولادي الاثنين، يعني كنت فوق ال 25 سنه وكان عندي ازمه كلى اول مره تجيلي خالص. فيومها المستشفى ادتني مسكنات كده، حقن مسكنه، وبعدين بعد كده روحت البيت مفيش يمكن اقل من 3 ساعات ولقيت نفسي عندي تاني مغص كلوي تاني كده جامد جدا جدا. احتجت اروح الصيدليه واخد حقنه تاني مسكنه، وبعدين اروح اكشف بقى عند الدكتور واشوف فين المشكله. يومها فهمت ان انا كان عندي حاجه اسمها انسداد في الحالب، وكانت المشكله ان انا كنت عامله دايت معين وقتها، نظام غذائي يعني، وكان النظام الغذائي ان انا باكل مثلا فاكهه، فاكلت فراوله كتير جدا جدا لدرجه ان انا مثلا كان ممكن باكل كيلو فراوله في اليوم تقريبا. فالفراوله الطبيعه بتاعتها عملت لي انسداد في الحالب، والنتيجه اللي الدكتور قال لي على شويه اكلات كده ممنوع ان انا اكلها، واتفق معايا ان انا محتاجه ان انا اشرب ميه، وان عدم شرب الميه ده كمان ادى الى انسداد في الحالب. طبعا دعوتي النهارده او الحاجه اللي انا عايزه اشاركها هي ازاي ان احنا بنهمل جدا جدا في شرب الميه. اول مره اتعرفت على جوزي يعني كان سؤاله الاولاني وانا ما بشوفكيش بتشربي ميه خالص، قلت له انا فعلا ما بشربش ميه، انا بشرب بيبسي، يا بشرب ممكن مثلا قهوه او مثلا نسكافيه او بشرب شاي، بس ما بشربش خالص خالص ميه. وهو وقتها فهمني ان اهميه شرب الميه وابتدى يشجعني كده ان انا اشرب ميه. فكان ممكن الانتيك بتاعي كوبايه ميه في اليوم، ازازه ميه صغيره مثلا اقل من لتر يعني. لما جالي موضوع انسداد الحالب ده الدكتور قال لي ان انا محتاجه ان انا اشرب 3 لتر في اليوم، ووقتها انا قلت له ده كتير جدا وهبقى بحتاج ان انا ادخل الحمام جامد جدا. قال لي ده هو ده اساسي عشان وظائف الكلى بتاعتك وعشان اجهزه الجسم الثانيه كمان، مش بس عشان الكلى. وقتها اخدت النصيحه دي، ومن كتر ما او اخدت الطلب ده من الدكتور، التوجيه ده، ومن كتر ما انا كنت متألمه جدا جدا في ازمه الكلى، فكرت ان انا لا، انا هلتزم بشرب الميه 3 لتر عشان انا مش عايزه اواجه الالم ده تاني. فضلت اشرب 3 لتر فعلا بانتظام واحط بقى تراكر عشان اتابع فعلا ان انا بشرب ميه، واملى ازايز حواليا واعمل ده عشان اتجنب ازمه الكلى. وبعديها ممكن بسنه وشويه كنا في فصل الصيف وجات لي ازمه تاني متوحشه كده من الكلى، برضو دخلت فيها على طول طوارئ، واخد بقى فضلت يوم في المستشفى عشان يدوني مسكنات من كتر ما الموضوع جامد جدا. فروحت للدكتور وكان سؤالي طب ما انا التزمت بالميه، يعني التزمت بال3 لتر. وقتها الدكتور فهمني ان انا التزمت بال3 لتر ده ممكن في الشتاء، انما في الصيف انا جسمي محتاج اكتر من كده. فابتديت التزم كمان بشرب الميه اكتر، يمكن 4 لتر و5 لتر في الصيف على حسب درجه الحراره وعلى حسب درجه الرطوبه. وكانت النتيجه ان انا الحمد لله من وقتها ما بقتش تجيلي ازمه الكلى زي ما كان بتيجي. فاحد الحاجات اللي انا اتعلمتها ان احنا يعني حاجتين من القصه دي او 3 حاجات. اول حاجه خالص هو فعلا عدم شرب الميه هو بيأثر مش بس على الكلى، بيأثر على وظائف الجسم كلها، بيأثر على ممكن جفاف البشره، بيأثر على العين نفسها، عينينا ممكن يجي لنا جفاف في العين، بيأثر على مثلا ضوافرنا بتتكسر، حاجات كتيره قوي ممكن بتحصل لنا بسبب ان احنا ما بنشربش ميه. بيأثر على ممكن ان احنا نبقى عصبيين، فممكن يبقى جزء من العصبيه ان احنا ما بنشربش ميه، جزء احساسنا ان احنا جعانين ده بسبب ان احنا ما بنشربش ميه. فالمخ المنطقه المسؤوله عن احساس الجوع والعطش في المخ ممكن ما بتفسرش ما بين العطش وما بين الجوع، فممكن يبقى عندي احساس خاطئ كده ان انا جعانه وهي في الحقيقه ان انا عطشانه. ف يعني مبدئيا كده اول حاجه عايزه اشاركها اهميه ان احنا فعلا نلتزم بشرب الميه، وشرب الميه في فصل الشتاء مش بس في فصل الصيف، لان احنا ممكن في فصل الصيف بنعرق فبنحس ان احنا عطشانين، انما في الشتاء احنا بنبقى عطشانين وممكن احنا مش واصلنا. فنعرف منين؟ نعرف من جلدنا على طول، نعرف من لو جلدنا ناشف نعرف على طول ان احنا عندنا نقص ميه.
تاني حاجه طبعا فهمت فكره ان هو مش فكره ان انت بتشرب ميه هي حاجه ثابته في الشتاء او في الصيف، فهمت ان احنا محتاجين ان احنا نزود، ممكن كل ما كانت درجه الحراره ازيد او درجه الرطوبه اعلى محتاجين نزود الانتيك بتاع الميه. تالت حاجه بقى عرفتها هي فكره ان الواحد ما يعملش دايت متشدد او متعصب قوي او متطرف. يعني لما انا كنت باكل كل يوم كيلو فراوله جاب لي انسداد في الحالب، وممكن دي اظهرت مشكله عندي في الكلى ما كنتش داريه بيها قبل كده، ان انا طبيعه الكلى بتاعتي كانت محتاجه حاجه معينه. بس هي الفكره كلها ان احنا كتير بنعمل حاجات صحيه، نقول مثلا احنا هنحرم نفسنا من الدهون خالص، احنا هنحرم نفسنا من مثلا القهوه خالص، احنا هنحرم نفسنا، بلاش منطق التطرف. لو احنا بنهتم بالصحه خلينا دايما نفهم ان احنا كده ايه نتوسط، وان احنا نفهم طبيعه الجو اللي احنا فيه، ونشرب ميه عشان 5 لصحتك. ازمه الكلى كانت ازمه مرعبه، كانت اصعب من الولادتين اللي انا ولدتهم في ولادي، هي كانت اكتر الم انا حسيت بيه ازمه الكلى. ربنا يعافينا جميعا ويشفي كل مريض، و5 لصحتك.